انا كده اليونت جبت هتقف. اجابه السؤال الاولاني اللي هو انتوا ازاي قدرتوا تبيعوا 9 مشاريع في حلو. فتره قليله كده. انت دلوقتي كده جاوبتني. النهارده في حلقه جديده من برنامج بروكر كاست معانا مستر مايكل صابر من شركه رايان. ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا احمد، عامل كل ايه؟ سنه وانت طيب. الحمد لله، رمضان وانت كريم طيب؟ عليك. الحمد لله. قول لي، احنا عايزين نعرف منك مين هي شركه رايان وبتعملوا ايه بالظبط في الماركت، نعرف كل تفاصيل الشركه. ماشي، احنا شركة راين. صاحب الشركة هو باشمهندس هاب العبيدي. هو صاحب شركة مقاولات وخرسانة اسمها العبيدي جروب. حلو. الشركة دي بقى لها اكتر من 20 سنة موجودة في سوق المقاولات. ساهمت في حوالي 60 مشروع على مستوى الجمهورية كلها. حلو قوي. يعني انتوا اصلا شركه مطوره فئه اولى. بالظبط. حلو قوي. طيب قول لي مين هي، يعني ايه مشاريعكم اللي موجوده دلوقتي في الماركت؟ ماشي، احنا عندنا 27 قطعة أرض. طرحنا منهم 12 مشروع. في منهم 9 خلصانين سولد اوت. وفي منهم الثلاثة الباقيين هم اللي فيهم انفنتوري دلوقتي. آه، انتوا عندكم 12 مشروع بالفعل. عندنا 12 مشروع. 9 سولد اوت وثلاثة فيهم انفنتوري. بالظبط. طيب تقدر تقول لي الثلاث مشاريع اللي هم فيهم انفنتوري اللي احنا نقدر نعرض بيهم على العملاء ونتكلم عنهم بشكل اكتر، اماكنهم فين بالظبط؟ ماشي، احنا عندي مشروع اسمه مجال تاور، ده موجود في منطقة السي بي دي. وعندي مشروعين تانيين ساين 1 وكي 1. دول موجودين في منطقة الار 5. هو بشكل عام انا عندي هنا سؤالين. اتفضل. السؤال الاول، انتوا كل محافظ الاراضي الخاصة بالشركة هي موجودة في ديستنيشن واحدة هي العاصمة. بالظبط. ده بشكل عام. ده بشكل بشكل عام. خاص بقى انتوا عندكم 7 أو 8 مشاريع تحديدا في حتة صغيرة قوي في العاصمة اللي هي اسمها الار 3. حلو. فانا عايز اعرف ليه بشكل عام كل مشاريعكم في العاصمه، وليه اخترتوا 8 مشاريع في الار 3 بالتحديد؟ ماشي، لان احنا عندنا في الشركه في ديبارتمنت اسمه الار ان دي. حلو. ده قسم هو بيوجهنا بشكل كبير ان احنا ننزل في المنطقه دي. بيشوف المنطقه ان السوق متوجه ليها وبيبتدي يتحرك ناحيتها. حلو. الار ان دي ده دوره ان هو بيعمل حاجات مهمه جدا بتخلي العميل يبقى مرتاح جدا وهو بيشتري. من ضمنهم هو بيدور على مخاوف العميل ويحلها، ويدور على احتياجات العميل ويوفرها له. تمام. هنتكلم بقى في احتياجات العميل. انت شايف ايه اللي ممكن يكون العميل بيحتاجه مشروع لو هيشتري مثلا حاجه تجاري ولا حاجه، مثلا؟ اول حاجه منطقه يكون فيها كثافه سكانيه ويبقى ضامن التشغيل. حلو. الار 3 مثلا موجود فيها كثافه سكانيه بشكل كبير. بس تعالى تمام. اكلمك في نقط كده اساسيه. العميل بيكون بيتجه ليها اول حاجه، وهي ان الشركه ما يكونش عليها اي مديونيه خالص. واحنا تمام. كراين ما عندناش اي مديونيه ولا علينا اي قسط متاخر خالص. تمام. حلو. الحاجه التانيه بيدور على الاوراق القانونيه بتاعت اي مشروع بيكون عايز يطمن. احنا في راين ما بننزلش في باي مشروع غير لما نكون عاملين كونستراكشن. فده معناه ان احنا اوريدي مخلصين 70 80% من الورق. جميل. فالعميل يقدر يجي يشوف الورق، حتى لو مش ما يجيش الشركه ممكن الورق يتبعت له عادي، ما فيش اي مشكله. حلو قوي. الحاجه الثالثه، العميل بيدور بشكل كبير قوي على ميعاد الاستلام. انا في الشركه عندي اوريدي. الاستلام والتشغيل. خلينا في الاستلام. خلينا في تعال نتكلم في الاستلام. الاستلام كده. دي من ماشي. الحاجات اللي العميل بيكون خايف منها. انا صح. مش هستلم. احنا بقى عندنا بند واضح في العقد بيقول ان انا لو انا اتاخرت عليك في الاستلام، الغرامه بتساوي القسط بتاعك. ده جميل. القسط بيسقط ولا يرحل. ده معناه ان قسط حضرتك بيسقط عليك ومش بيترحل بعدين. حلو قوي. يعني جميل. دي غرامه يعني على كل كوارتر نفس القسط نفسه. يعني انا النهارده بالظبط. جاري مشتري معاك يونت وجي حلو. ميعاد الاستلام بتاعي، مم. حضرتك كشركه ما سلمتنيش، فانا النهارده الغرامه اللي انا افرضها عليك هي قيمه القسط اللي انا المفروض ادفعه في كل كوارتر. بالظبط. تاخر براحتك انت بقى سنه، خلال السنه دي كلها كانك بتدفع. القسط. طب ده انا كده اخدته كاني خدت عائد، يعني يا ريتك انت تتاخر بالنسبه لي انا كعميل، ماشي. لان انا كده ضمنت التشغيل بس انا مش ضمنت القسط هتاخر. بتاعي. بس انا مش هتاخر. لا ان شاء الله ما تتاخروش. طيب قول لي ازاي قدرتوا ان انتوا تبيعوا 9 مشاريع؟ انت بتقول لي انا عندي النهارده انفنتوري 12 مشروع، او المشاريع اللي انت نزلت حلو. بيها 12 مشروع، في منهم 9 سولد اوت وثلاثه فيهم انفنتوري، صح؟ اوكي. ازاي 9 مشاريع سولد اوت؟ ازاي قدرتوا تبيعوا 9 مشاريع في فتره قليله زي دي؟ هقول لك على حاجه. العميل طول الوقت لما بيبقى عايز يشتري حاجه بيبقى في جمله كده، عيني تشوف ايدي ايدي تدفع. تدفع. صح. ماشي. فهو اوريدي انا بقول له ان انا عندي مشروع في المنطقه دي، انزل شوف المشروع على ارض الواقع. هتلاقي كل حاجه موجوده زي ما انا بقول لك. بينزل يلاقي فيه انشاءات، ولو نزل مثلا في 3 4 مشاريع ورا بعض وهو بيتفرج بيلاقي ان في كل مشروع في العمال اللي شغالين هنا والعمال اللي شغالين هنا. فاوريدي احنا عندنا علشان الشركه بتاعت باشمهندس عبد العبيدي اللي هي العبيدي جروب شركه مقاولات، فاحنا اوريدي مش بنجيب حد يشتغل لنا، احنا اوريدي بنشتغل بنفسنا. حلو فاحنا جدا. مش بنتاخر في حاجه زي كده.
فاوريدي كل الحاجات دي في ثقه بشكل كبير في الانشاءات، في ثقه في العقد بتاعي، في ثقه في كل حاجه، فالعميل بيشتري وهو مطمن. طب في مشاريع اتسلمت بالفعل دلوقتي؟ انا اقرب مشروع عندي بالظبط في شهر 6 اللي جاي. وانت كده النهارده ما عندكش تاخير على اي ما عميل، عنديش تاخير في اي حاجه. ومسلم المشروع بشكل كامل. بالظبط. طيب كم مشروع دلوقتي لسه ما فيهوش انشاءات خالص بقى، لسه النهارده ما لسه ارض زي ما هو زي ما استلمته؟ انا زي ما قلت لك ان انا ما عنديش مشروع بنزل فيه غير لما اكون اوريدي بدات فيه اي حاجه. يعني انا النهارده الثلاث مشاريع اللي انت عندك فيهم انفنتوري دول فيهم انشاءات، فيهم حفر. ينزل اخر حاجتين فيهم حفر. يقدر ينزل العميل يلاقي انشاءات على ارض الواقع. بالظبط. طيب لو هنسبوت اكتر على المشاريع، انت شايف ايه اميز مشروع مثلا في الثلاث مشاريع اللي انت فيهم انفنتوري؟ نبدا بيه. بص انا مش هكلمك على مشروع معين هو الاميز، بس هكلمك على لوكيشن، كل لوكيشن اميز في المنطقه بتاعته. حلو قوي. يعني مثلا عندي مشروع مجال تاور، هو ارضي و18 دور، ده موجود في ده منطقه في السي بي دي. في السي بي دي، منطقه حلو. الاعمال المركزيه. المنطقه دي فيها البرج الايقوني وفيها حواليها 21 برج تاني. الابراج دي كلها تبع شركه سيسك. الشركه الصينيه. بالظبط، واخدها حق انتفاع 25 سنه. فاي حد هيكون عايز يستثمر بشكل كبير هيتجه ناحيه المنطقه دي. طبعا. ده بالنسبه لمجال تاور. عندي المشروعين التانيين اللي موجودين في منطقه الار 5. انا كنت اول مطور انزل في المنطقه دي. دي منطقه اللي هي نيو جاردن سيتي، فهي من اسمها هي تبقى منطقه من الطراز اللي هو شبه جاردن سيتي ووسط البلد والطراز الاوروبي. ومنطقه اتبنت دلوقتي وبيبيعوا فيها فوري. بالظبط. فانا اوريدي كاول مطور نزلت في المنطقه دي باول مشروعين. منطقه اتبنت دلوقتي وبقى فيها استلامات فوري. فعلا احنا كنا اول مطور ينزل في المنطقه دي هناك. اول مشروعين اللي هو ساين 1 وكي 1. واوريدي المنطقه كلها خلاص استلامها تقريبا قريب. دي حقيقه. طيب لو احنا دلوقتي هنحط نفسنا مكان العميل. حلو. وهنشتري ليه، يعني لو جالك دلوقتي عميل قال لك يا باشا البادجت بتاعتي مفتوحه اشتري لي انت، حلو. هترشح له ايه وهتبيع له ايه ليه؟ انا هشوف العميل هو محتاج ايه الاول. تمام. واحنا عندنا ميزه في الشركه، ميزه كويسه جدا، وهو ان احنا عندنا في المحلات عندنا محلات شير ومحلات سيبريت. ليه تمام. عاملين نقطه الشير؟ لان نقطه الشير انا ممكن اخلي اليونت عندي موجوده في الشركه تقعد مثلا اكتر من اسبوع او اكتر من اسبوعين. وده اللي بيميزنا كراين ان احنا بنبيع كتير، في ان احنا لما بنقطع الوحده مثلا 10 متر او 12 متر او 9 متر حاجه هتقدر شبه، ان انت تديله حصه من المحل. اديله حصه من المحل وهقدر ابيعها بسرعه. دي لان حقيقة. البادجت بتاعت كل عميل مختلفه. فانا لو خليت اليونت نفسها يعني انا كده اليونت جبت اجابه السؤال الاولاني اللي هو انتوا ازاي قدرتوا تبيعوا 9 مشاريع حلو. في فتره قليله كده. انت دلوقتي كده جاوبتني ان انا النهارده عميل دخلت الشركه اقدر الاقي محل 10 متر والاقي محل 15، صح كده؟ ومحل 15 متر، وهو في النهايه هيشتري الحصه البيعيه اللي يقدر يشتريها، وانت النهارده كشركه راين هتشغل له المحل دوت في مساحه اكبر شير. عندي نقطة تانية هكلمك فيها. تمام. وهي النقطة اللي كنت بكلم معاك فيها في الأول، وهي ليها علاقة بأن العميل محتاج إيه. العميل طول الوقت بيدور على البرايم لوكيشن، فأي مكان هو بيشتري فيه دايما بيدور على البرايم لوكيشن. أنا في راين اوريدي الار ام دي بيوجهني إن أنا أنزل في مناطق هي يعني متعطشة للخدمات، متعطشة للحاجات اللي إحنا بننزل بيها. دي حاجة. الحاجة التانية إن أنا عميل بيدور على ما بعد البيع، يعني بعد ما هو بيستلم، ما بعد الاستلام، بعد ما بيستلم بالظبط الاداره والتشغيل. الاداره والتشغيل هو بيبقى عايز يعمل ايه. انا هنا موفر له شركه ان كوميرشال، وهي الشركه معروفه بشكل كويس جدا، وعندي ايجار الزامي بيوصل من 20% لحد 30% بزياده سنويه 10%. اذا انا اتاخرت عليك في التشغيل قيمه القسط بيسقط ولا يراح. في التشغيل او في التسليم؟ في التشغيل او في التشغيل او في التسليم. طب دي حاجه كويسه جدا. طيب ما جاوبتنيش برضو، لو احنا انت هتشتري لنفسك هتشتري لنفسك في ايه وفين؟ لو انا هشتري انت لنفسي، عندك 3 مشاريع دلوقتي فيهم انفنتوري. حلو. طيب اول مشروع هتشتري فيه اللي هو ايه؟ مجال تاور. مجال تاور. اوكي. تمام. على حسب البادجت بتاعتي انا هحطها، يعني لو انا عندي بادجت معينه حلو. وهقسمها ماشي. ممكن اقسم ان انا هشتري مكتب في مجال تاور. تمام. بيبص على البرج الايقوني، استثمار مؤمن بشكل كبير جدا. قدام هيبقى الايجار بتاعه بالدولار، مش هيبقى بالجنيه المصري. حلو. دي نقطه. طيب لو انت هتشتري لنفسك في الشركه، انت هتشتري لنفسك في الشركه الاول وهتشتري لنفسك في شركه بره؟ طبعا اشتري نفسي في الشركه عندي. ليه بقى؟
علشان انا اوريدي زي ما قلت لك من شويه، عيني تشوف ايدي تدفع. شايف انشاءات فهتقدر ان انت تشتري. بالظبط. طيب ايه يعني، انت النهارده بتكلمني ان انت عندك 3 مشاريع فيهم انفنتوري. حلو. طيب نبدا باول مشروع فيهم، هو مشروع ايه؟ مجال تاور. طيب ماشي. هتشتري لنفسك ايه فيه؟ لو مجال تاور انا اه. هشتري لنفسي فيه ممكن محل في الدور الثالث، تمام. يكون انت مترجته في الدور الثالث. مكتب في الدور الثالث، شير 10 متر، سعره 1,600,000. تمام، ده محل ولا مكتب؟ ده مكتب مكتب. اداري. 1,600,000. 1,600,000. بيبص على البرج الايقوني. بيبص على البرج الايقوني. حلو قوي. عندي بيمنت مميزه جدا في مجال. البيمنت دي 15% مقدم، العائد على ال 15% اللي هو المقدم ده بيكون 70%. وهياخد عائد على المقدم. هياخد عائد على المقدم. تمام. العائد عندنا بيوصل ل 200% على حسب البيمنت اللي هو بيشتري فيها. ماشي. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ال 15% دي هقسط على 8 سنين. 15% ده تفتح لك 8 سنين سداد. وانا استلام 3 سنين. استلام 3 سنين وفي انشاءات اوريدي في الارض. وفي انشاءات في الارض. طيب لو هنروح لمشروعك التاني. ساين 1. تمام. ده اللي موجود في الار 5. تمام. لو ساين 1 انا ممكن اشتري محل في الدور الارضي. لو هنروح لتاني مشروعكم. مشروع ساين 1 اللي هو في الار 5. تمام. يعني ممكن اشتري حاجه منفصله بقى مش شير، تبقى مثلا توتال عامله 10 مليون. تمام. ليه بقى؟ المنطقه اللي هناك منطقه نيو جاردن سيتي. ولو هنروح لتاني مشروعات الشركه، المشروع اللي هو في الار 5. مشروع ساين 1. حلو. مشروع ساين 1 انا ممكن اختار محل في الدور الارضي، هيكون تجاري. توتال السعر ممكن يبقى في حدود يعني 20 مليون. حلو قوي. ليه بقى تشتري محل في الار 5 ب 20 مليون؟ لان اللوكيشن هناك مميز جدا، يعني على طول احنا بنبص على بن زايد الجنوبي، فاوريدي المنطقه اللي هناك شغاله يعني بشكل كويس، هتتسلم قريب على طول. اقدر ان انا اشغله على طول او يبقى في عائد من وراه على طول. طبعا. طيب لو انا النهارده لسه داخل العاصمه. حلو. هلاقي 3000 شركه بتبني اداري وتجاري ازاي اصنف الشركات؟ يعني ازاي اقول دي شركه مثلا رقم واحد بعدد المشاريع الكتيره مثلا، ولا بعدد ولا الشركه اللي اقول ان هي مش عليها جروب متضررين فدي كده شركه كويسه، ولا الشركه اللي عندها انشاءات، ولا الشركه اللي عندها، اروح ازاي اتحرك ازاي في العاصمه؟ بص هقول لك انا وجهه نظري من الموضوع ده، نفس الجمله اللي بقولها لك، بحس ان الجمله دي هي الواقعيه، لان احنا برضو يعني عملاء بنروح نشتري حاجات. فلو انت بتشتري حاجه وبتشوف الحاجه ذات نفسها قدام عينك بتتعمل، فانت اوريدي هتشتريها. يعني انت لما تروح تشتري حاجه مش بتقعد تسال الحاجه دي تمام ولا مش تمام، انت بتبقى عارف البراند نفسه وبتروح تشتري منه. فانا لما بروح اشتري في مكان بدور على الحاجه مبنيه في انشاءات، الناس دي هتسلمني ولا مش هتسلمني، هتضمن لي الحاجات دي بعقود واضحه وبشكل قانوني ولا لا. فابتدي ادور على الحاجات اللي بتطمني، وبصراحه احنا في رايل موفرين كل الحاجات دي. انا لما سالت عن الشركه السيلز عندي جاوبوني قالوا لي اسهل بيع في العاصمه. فيعني ما انا برضو اللي عايز افهم ليه اسهل بيع في العاصمه. يعني قالوا لي ان انت النهارده بتدفع مقدم بتاخد عليه عائد. حلو. بيجي يسالوك على انشاءات بيلاقوا انشاءات على ارض الواقع. نيجي ننزل مع العميل بنتكلم عن الاستشاري الهندسي بنلاقي اسم كبير قوي وحد محترم. بنيجي نتكلم عن شركه اداره وتشغيل بنلاقي اداره تشغيل موجوده. بنيجي ننزل السايت ونتفرج على اللوكيشن بتاع قطعه الارض نلاقي قطعه ارض مميزه. فبناخد العميل ونطلع على الشركه نجيب له اكسبشن. بنوصل فترات السداد بتوصل لحد 15 سنه. فبيع سهله. فقلت له بس كده يعني انا اجيب الراجل اتكلم معاه في ان هي بيع سهله بس الموضوع خلص. يعني العميل هيكون محتاج ايه اكتر من كده؟ صح. بس هو مش هيكون محتاج. يعني احنا زي ما قلت لك في الاول ان احنا قسم الار ان دي بيوفر الحاجات اللي مطلوبه منه بشكل كويس جدا. فهو بيحاول يشوف ايه مخاوف العميل قوي ويحلها، والحاجات اللي العميل محتاجها ويوفرها له. فبالتالي انا بجاوب على الاسئله دي من قبل ما العميل ما يجي يقعد معايا. فلو انا عارف الاسئله اللي انت هتقولها لي من غير ما تقولها لي، فانا كده كده هجاوبك عليها. تمام. انا اتشرفت جدا بيك. وانا كمان جدا. وان شاء الله نكون قدمنا محتوى يليق بالشركه ان شاء الله. ويليق بينا طبعا قبل اي شيء. وان شاء الله اي عميل يكون حابب ياخد رقم تليفونك هيكون معانا رقمك في الكابشن ويتواصل معاك دايركت باذن الله. اتشرفت بيك. كل سنه وانت طيب. انت طيب. رمضان كريم عليك. شكرا. وعليك.